السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني أنا شيماء، ودي قناتي، أتمنى تشتركي فيها وما تنسيش تاخدي جولة في القناة، إن شاء الله هتلاقي فيها ولو فكرة أو معلومة صغيرة هتفيدك. وما تنسيش كمان حبيبة قلبي اللايك الحلو من ايديكي، قناتنا لسه صغيرة وإن شاء الله تكبر معاكوا وبيكوا. بس قبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بامر الله انا معايا 200 جنيه، عايزه انزل بيهم السوق اشتري بيهم خضار يكفوني لمده 10 ايام. بس انا بصراحه بقالي فتره ما نزلتش السوق، فمش عارفه الاسعار وصلت لفين دلوقتي. بس بامر الله ال 200 جنيه دول هيكفوا حتى ولو الخضار الاساسي بتاع اي بيت. خليني انزل السوق وبعد ما ارجع ابقى اعرض معاكم المشتريات واشوف انا جبت الاسعار عامله ازاي، واشوف ال 200 جنيه كفت معايا ولا لا. انا نزلت، واللي عايزه اقول لكم ان الجو صعب بصراحه، الدنيا حر قوي والرطوبه عاليه في الجو. فانتي حاولي على قد ما تقدري بعد كده لو هتنزلي السوق، يعني خليه في اخر اليوم تكون حراره الشمس هديت شويه. اول حاجه هبدا بيها وهي الطماطم. انا جبت دول 3 كيلو طماطم. هي كلها بصراحه ما شاء الله عليها جامده وحلوه، يعني ما فيهاش اي حاجه طريه، بحيث ان انا اصلصها واحطها في الفريزر. انا كده كده عامله حسابي وعندي في الفريزر طماطم متسبكه. بس زي ما قلت لكم قبل كده، انا كل ما انزل والاقيها سعرها رخيص بحب اشتري منها كميه واعمل منها صلصه. فانا مش عارفه بصراحه 3 كيلو دول يعني هخليهم كلهم في درج التلاجة، ولا ممكن اطلع منهم حاجه للصلصه. وبقول يعني طالما انا عندي بصراحه فخلاص ما لوش لازمه الفتره ديت ان انا اعمل صلصه واخزنها. الجو حر بصراحة ومش مستحملين يعني وقفة المطبخ. انا جبت 3 كيلو طماطم، الكيلو دوت على 5 جنيه. في طماطم عند ناس كانت اغلى من كده بصراحة، بس وكانت كويسة، بس انا لقيتها عند البياع دوت سعرها 5 جنيه. يعني كان هو الوحيد والله اللي في السوق اللي بيبيعها ب5 جنيه. في ناس كانت بتبيعها ب6 ونص وب7 اللي زي دي. وفي ناس تانية بتبيعهم ب5 بايظة مش حلوة، يعني حتى ما تنفعش ال الصلصه. انتوا عارفين الجو حر وبيبوظ الطماطم بسرعه. فانا بصراحه لقيت دي كويسه وحلوه، وجبت ال3 كيلو دول ب15 جنيه. الطماطم من الحاجات الاساسيه في البيت ان احنا ما بنستغناش عنها. يعني على اضعف حاجه خالص هتعملي شويه صلصه كده مع شويه مكرونه والدنيا هتبقى تمام معاكي. تاني حاجة برضو معايا جبتها وهي من اساسيات البيت، البطاطس. البطاطس لقيت سعرها رفع شوية الفترة ديت، يعني ديت الكيلو انا جايباها ب13 جنيه ونص. في ناس كانت بتبيعها ب12 ونص. بس انا بصراحة يعني بثق في البياع اللي بجيب منه على طول البطاطس، ومتأكدة ان البطاطس بتاعته حلوة وبتاعة تحمير، وفي نفس الوقت كمان ما بتشربش معايا زيت كتير. فانا بقول مش مشكلة الجنيه الزيادة ده، بس مقابل ان انا اخد جودة بطاطس تحمير كويسة. فانا جبت 2 كيلو عاملين 27 جنيه، فهو كملهم لي 30 جنيه. ونوعت يعني نوعت في حجمهم كده، خليت الكبيرة دي كده علشان التحمير. وجبت برضو المقاس الصغير ده علشان لو حبيت اعمل صينية بطاطس، او لو حبيت كمان ان انا ممكن اعملها بطاطس محشية لحمة معصجة، بتبقى في الفرن بتبقى حلوة قوي. فانا لسه بصراحة يعني ما قررتش، بس وانا بشتري يعني قلت اعمل حسابي ان هي يكون فيها المقاس برضو. هو مش صغير قوي، هي المفروض تكون اصغر من كده شوية، بس ما فيش مشاكل. يعني انا دي لو لقيتها كبيرة انا ممكن اقسمها بالنص كده، وابدا ان انا اقورها واحشيها لحمه مفرومه، وبعد كده اعمل لها تسبيكه طماطم بالثوم وادخلها الفرن بتبقى حلوه قوي. وخفيفه برضو مع شويه رز بالشعريه. فانا نوعت في الاحجام زي ما قلت لكم، جبت الحجم الكبير عشان التحمير، وجبت الحجم اللي هو الوسط دوت. سواء هعملها في صينيه في الفرن او هعملها زي ما قلت لكم بطاطس محشيه باللحمه المفرومه. فانا كده جبت 2 كيلو بطاطس او 2 كيلو وشويه ب 30 جنيه. هو تقريبا يعني البطاطس ممكن تكون ايه سعرها رفع حاجات بسيطه، بس مش قوي برضو بصراحه، وتعتبر من الحاجات الاساسيه في البيت. تالت حاجة جبتها من أساسيات البيت برضو البصل. البصل سعره برضو يعني تقريبا زي الفترة اللي فاتت. كان فيه ب10 جنيه وكان فيه ب12 جنيه ونص. ده ابو 12 ونص، ابو 10 بصراحة. لقيت القشرة بتاعته دي مش موجودة كده،
والجزء ده مش مقفول كده، لا هي مفتوحة شوية، فكده البصلاية تبوظ معاكي بسرعة. انما شايفين كده البصلة اللي تكون من هنا كده مقفولة، لا دي تعيش معاكي وما بتبقاش من جوه برضو فيها عفونة. فعشان كده هم عاملين فرق في السعر ما بين ام 10 وام 12 ونص. فانا بصراحة نقيت دول كده وخليت الراجل يحطهم لي على الميزان، وقال لي دول عاملين كده 20 جنيه، يعني تقريبا ممكن يكونوا في رينج كيلو ونص. ونوعت فيهم برضو في الاحجام، جبت الكبير وجبت الوسط وجبت المقاس الصغير، عشان لو هعمل اي حاجه فيها شرب ما اضطرش ان انا اخد واحده كبيره. والكميه دي ان شاء الله هتكفيني برضو لمده 10 ايام. لو حابين ان كنتوا تقشروه وتفرموه كله مره واحده وتحطوه في الفريزر وتطلعوا منه على الاستخدام على طول، بصراحه الطريقه دي بتوفر في استهلاك البصل. يعني مثلا بدل ما هستهلك بصلايه واحده كبيره كده للطبخه، لا انا هكسر حته مكعبه من اللي انا شايلاهم في قلب كيس التلاجة وهطبخ بيها، فكده بتقلل استهلاك معايا البصل. بس بصراحه انا ما بحبش الطريقه دي، يعني البصل بيعمل ريحه في التلاجة وبيبوظ لي بقيه الحاجه اللي انا شايلاها في الفريزر. فانا بقول مش مشكله، يعني بحاول وانا بنقي ما اجيبش برضو البصل اللي احجامه كبيره قوي، يعني هي بصله وسط كده ويمكن اقل من الوسط كمان تكفي على قد الطبخه وخلاص. يبقى تالت حاجه معايا جبت تقريبا كيلو ونص بصل ب20 جنيه. ومن الحاجات الاساسيه معانا برضو في مشتريات الخضار البتنجان الكوبي. هو البتنجان بصراحه جميل وحلو، وليه كذا استخدام، يعني كذا وصفه ممكن يدخل فيها، سواء كنت هتعمليه مسقعه او كنت هتشويه او هتعمليها بالخل والثوم. فالبتنجان بيبقى ليه كذا وصفه يدخل فيها. حبيتي تعمليها مسقعه باللحمه المفرومه برضو كده بتبقى حلوه، يعني جيبي ربع كيلو مفروم وخدي نصه وعصجيه ودخليه مع البتنجان، هتبقى وجبة حلوة برضو وداخل فيها لحوم وفيها بروتين، وهتعتبر برضو وجبة اقتصادية. البتنجان سعره رفع شوية عن الفترة اللي فاتت. انا جبت دول كيلو وربع ب10. الاول كنت بجيب الكيلو ونص ب10، بس يعني فرق مش كبير قوي. وانتي حاولي لما تيجي تشتري البتنجان تنقيها هي تكون خفيفة معاكي ما تكونش تقيلة. يعني في بتنجان اول ما تشيليه كده تحسي ان في وزن على ايدك جامد، لا انتي حاولي تنقيها تكون خفيفة على ايدك، ولما تيجي تضغطي عليها زي كده تلاقوها عاملة زي الاسفنج كده من جوه طرية، مش ناشفة ولا محجرة. بصوا يعني دي كده اضغط عليها لا طرية كويسة، هي كده من جوه مش هتبقى مبزرة وخفيفة كمان في نفس الوقت. بصوا او حتى دي كمان بصوا تضغطوا عليها كده عامله زي الاسفنج من جوه. لو جبتيها التقيله والمحجره دي ما بتبقاش في القليه حلوه وبتشرب زيت معاكي كتير. فالبتنجان من الحاجات الاساسيه اللي لما تنزلي تشتري الخضار بتاعك لازم تكون موجوده معاكي. جبت كمان كيلو خيار. بصراحة هو الخيار يعني يعتبر الحاجة الوحيدة اللي سعرها عالي شوية وطلع الفترة اللي فاتت. الكيلو عامل 20 جنيه. انا بصراحة لو يعني كنت ممكن استغنى عنه، بس انا عندي سلحف في البيت واكله بيعتمد على الخيار، فلو ما كانش هو ما كنتش جبته والله. لقيت عند البياع خيار تاني كبير كده، قلت خلاص مش مشكلة هجيب للسلحف الخيار الكبير دوت. فلقيته بيقول لي 15 جنيه، فانا استحرمت ال 15 جنيه بصراحه وقلت مش حكايه ازود عليهم كمان 5 جنيه واجيبوا الخيار الرفيع ده كده هينفعنا احنا برضو، ومش مشكله يعني ياخد هو واحده ولا واحدتين منهم، مش حكايه مش هيخسر. فالخيار هو مقاسه كويس وحجمه كويس بس غالي بصراحه، عليه 20 جنيه. انا فاكره الفتره اللي فاتت كنت ساعات بنزل اجيبه ب10 وب12، وكان اعلى سعر ليه كان 15 جنيه. انما 20 جنيه هو يعتبر الخيار من الحاجات اللي رفعت الفترة دي. وزي ما قلت لكم لو ما كانش السلحف اللي عندي انا ما كنتش اشتريت خيار، يعني كنت ممكن ابدل الخيار بالفلفل الكوبي، هو سعره معقول شوية فكنت استبدله يعني بالفلفل الكوبي. العيال عايزين ياكلوه يعني مع في سندوتش كده، يعني مكان الخيار بشغل الفلفل الكوبي على طول مكان الخيار طالما الخيار كبير. بس انا اضطريت ان انا اجيبه زي ما قلت لكم علشان السلحف اللي عندي. ومعايا بعد كده الفلفل. جبت ربع كيلو فلفل حامي اللي هو الشطة الخضرا ديت، تمام. وجبت كمان ربع كيلو اللي هو الكوبي، بيبقى حلو برضو وبيحبوا الولاد ياكلوه يستخدموه كده، وبقطعه ساعات برضو على الجبنة القريش بيبقى كويس.
الربع في اي صنف فيهم عامل 3.5، وانا جبت الربعين دول ب7 جنيه. الفترة اللي فاتت برضو الفلفل كان ارخص من كده، كنت بجيب الكيلو ونص والكيلو وربع، وساعات الكيلو كمان ب10. انما ده يعتبر معايا كده نص كيلو ب7 جنيه. فالفلفل من الحاجات اللي سعرها رافع شوية الفترة دي في السوق. بس طبعا ما نستغناش عنه، يعني بيدخل معانا في اغلبيه الاكلات. يعني حبيتي تعملي مسقعه، حبيتي تعملي كبده، حبيتي تعملي اي حاجه، بيبقى ضروري وجود الفلفل في البيت. فيعتبر نص كيلو يعني ب7 جنيه، سعرها معقول، مش مشكله. وجبت كمان نص كيلو ليمون ب10 جنيه، يعني هو اخضر على اصفر كده، هو لسه طبعا الليمون مصفرش. فانا حاولت وانا بنقيه ان انا اضغط عليها كده يكون فيها يعني شوية صفار كده علشان يكون فيها مية. وما تقلقيش انتي لما يعني حتى لو في اخضر كده هتحطيه في التلاجة شوية، يعني يومين تلاتة كده هيبدأ يصفر معاكي. فانا جبت النص كيلو ده ب10 جنيه، يعني قلت حلو في البيت وبينفع. الجو حر كمان اليومين دول، الولاد لو ما فيش اي حاجه بياخدوا ليمونتين تلاتة كده ومع شويه سكر ويعملوا عصير ليمون، بيبقى حلو برضو. فالليمون برضو من الحاجات الاساسيه والمهمه في البيت. و10 جنيه على نص كيلو تعتبر برضو كويسه، مش وحشه. وجبت كمان فلفل كوبي الوان. انا اعتقد خلاص انتوا عرفتوا اي مشتريات خضار انا بشتريها وبعرضها معاكم بيكون فيها الفلفل الالوان ده والخس الموف. بس بصراحه انا ما لقيتش يعني خس موف، فقلت مش حكايه. جبت الفلفل الالوان دول. جبت 2 اصفر وواحد احمر، كنت عايزه اجيب بصراحه كمان واحده حمرا، بس ما كانش طازه اللي عند البياع، وكان في بياع تاني عنده تحسوه مغمق كده ولونه على مزرق شويه. قالوا لي ده لسه ما استواش، يعني خليه عندك في التلاجة هيستوي. فانا بصراحة قلقت من شكله وما رضيتش اجيبه، وقلت لا بلاش لا يكون ممرر من جوه. فاكتفيت بقى باتنين اصفر كده وواحدة حمراء. حلوين برضو، بينفعوا في سلطة، تعملي شاورما. الولاد حتى ياكلوه كده زي ما هو اخضر كده، بيبقى حلو ومفيد برضو. انا جبت دول ب8 جنيه. تقريبا الربع البياع قال لي عاملين 6.5. فهو الفلفل الكوبي ده الموسم بتاعه يعتبر هو ده السعر اللي ثابت عليه بقاله يعني حوالي اسبوعين. وجبت كمان كيلو وربع ملوخية، لقيتها حلوة كده وطرية وخضرة، نضيفة ما فيهاش دودة او سوسة كده مخرماها، يعني الورق كله زي ما انتوا شايفين كده. الورق كله نضيف ما فيهوش اي حاجة. فجبت كيلو وربع. انا كان بقالي فترة بصراحة ما عملتش ملوخية خضرة، فقلت هعمل على اخر الاسبوع ده ان شاء الله ملوخية جنب اي حاجة. بس اتعمدت زي ما قلت لكم قبل كده، حاولوا لما تيجوا تجيبوا الملوخيه طالما مش هتستخدموها في يوميها ان كنتوا تجيبوها ناشفه خالص. ما تجيبوهاش من البياع اللي طول ما هو واقف عمال يرش عليها ميه، عشان لما تخزنوها تفضل اطول فتره معاكم موجوده في التلاجة وهي لسه طازه كده. يعني انا زي ما هي كده هحطها في الكيس بتاعها وهربطها وهشيلها في درج التلاجة، هتقعد معايا 3 4 ايام، هتفضل زي ما هي كده خضره. الكيس طبعا هيعرق عليها شويه، فهو اللي هيديها الخضار بتاعها، وهو اللي هيفضل مخليها مرعرعه كده زي ما بيقولوا. بس مش مبلوله، مش هتعمل لي عفونه، فاهماني ولا لا؟ فالكيس لما يعرق منها هيديني زي ترطيب كده ليها، على عكس ما تكون مبلولة خالص وتبدأ تعمل لي عفونة كده وتسود معايا. بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي كنتي تاخدي بالك منها وانتي بتجيبي الملوخية، لو مش هتستخدميها في ساعتها، وتكون برضو طرية معاكي، ما تكونش خشنة تحت ايديكي وناشفة. تمام. هبقى اعمل معاكم في مره الملوخيه دي واخزنها احطها في الفريزر، واطلعها برضو في مره تانية اوريها لكم وانا بطبخها، عشان تشوفوا قد ايه هي بتطلع خضرة وحلوه وهي متخزنه في الفريزر. وجبت كمان 2 كيلو بطاطا، دي سعرها 12 جنيه. فجبت ال2 كيلو 24، فالبياع يعني عملهم لي ب25 جنيه. انا بحب اجيبها الحجم الصغير ده، عشان لما اجي اعملها في الاير فراير تستوي معايا بسرعه وما تاخدش وقت.
انما انتي لو هتعمليها في الفرن لا، تجيبيها حجم اكبر من كده شويه، علشان هتغيب في الفرن وما تنشفش معاكي. يعني الحجم الرفيع ده لما يدخل الفرن هينشف معاكي، وهتبصي تلاقي ما فيهاش لحم من جوه يتاكل. انما طالما انا هعملها في الاير فراير، الحجم دوت كده معايا معقول كويس. انا جربت المقاس دوت كذا مره في الاير فراير، حلو، مش وحش وظبط معايا. فجبت 2 كيلو دول ب25 جنيه. ولغاية هنا كده من المشتريات هتكون الميزانية بتاعتها او التكلفة بتاعتها من غير البطاطا 127 جنيه. مع العلم ان انا عندي 3 ايام ممكن اعملهم وجبات ارتاحي من غير اي لحوم. يعني ممكن في يوم اعمل فيها ملوخية، ويوم تاني اعمل المسقعة وعندي الفلفل، وعندي برضو ممكن اخد بطاطساية للمسقعة، ويوم تالت اعمل صينية بطاطس ارداحي زي ما قلتلكوا، من غير لحوم او من غير فراخ. تبقى الميزانية دي عاملة معايا 127 جنيه لمدة 10 ايام. ممكن اطلع منهم 3 اكلات زي ما قلتلكوا. بس انا هزود عليهم ال25 جنيه كمان بتوع البطاطا، فهتبقى كلها كاملة على بعضها ب152 جنيه طول ال10 ايام. وبالنسبة للفاكهة انا جبت كيلو ونص مانجا زبدية، الكيلو على 35 جنيه. فالتلاتة دول حطيتهم على الميزان عملوا بالظبط 51 جنيه. يعني هما تقريبا كيلو ونص وحاجات بسيطة او اقل حاجات بسيطة. انا بصراحة كنت جايباهم للعصير، قلت يعني تغيير بقى عن الكركديه اللي بنعملوه ده. الكركديه بصراحة بياخد كمان سكر كتير، ومش صحي ان انا كل يومين كده اعمل كركديه ويبقى داخل فيه سكر ياما. فانا قلت اجيب مانجا حاجة طبيعية كده نعملها عصير. تمام. بس وانا ماشية بقى في السوق شوية كده شميت ريحة في جوافة كانت ريحتها جامدة قوي بصراحة في السوق. فبصيت كده لقيت في بياع واقف بيبيع جوافة. هي بصراحة مش احسن حاجة يعني، عشان اكون امينة معاكم، بس والله لقيتها كويسة. قلت خلاص انا اجيب 2 كيلو جوافة. أنا مش عارفة افتحها كويسة. اجيب 2 كيلو جوافة من دي كده، واعملهم للولاد عصير، سواء كان بلبن بقى او بمية على حسب ما بيحبوا. والله انا لقيتها يعني هي مش احسن جودة يعني بصراحة، وحجمها صغير، بس اهم حاجة سليمة وما فيهاش حاجة بايظة، يعني مش طرية زيادة عن اللزوم وما فيهاش حاجة كمان بايظة. تمام. ونقيت فيها برضو، لقيت فيها كام واحدة برضو شكلهم حلوين كده ينفعوا برضو الولاد ياكلوهم عادي، ما فيش مشكلة. انما لو هتجيبيها الجوافة الكويسة الحلوة يعني اللي عند الفكهانية دي ب50 جنيه. انا ابني راح عند فكهاني جنب البيت عندي، جاب كان الكيلو ب50 جنيه. فلما لقيت الراجل بصراحة عارض تجيب 15 جنيه، اول حاجة جت في بالي على طول قلت خلاص خلي المانجا دي بقى ياكلوها، واعمل الجوافة دي عصير. دول 3 كيلو. الجوافة بتعمل كمية عصير حلوة يعني، علشان بتبقى تخينة كده لما بتتضرب في لبن، فبتعمل كمية عصير حلوة. فانا قلت ال3 كيلو دول هيعملوا معايا كمية عصير محترمة الولاد تشربه، بدل البيبسي اللي بيشتروه يعني والعصاير اللي بيجيبوها من بره. يبقى انا كده معايا للفاكهة 80 جنيه. 30 جنيه 2 كيلو جوافة، و50 جنيه او 51 جنيه كيلو ونص تقريبا مانجا. تكلفتها كده 80 جنيه للفاكهة. وبكده الميزانية بتاعتي النهاردة من خضار لفاكهة لبطاطا لكل حاجة تكفيني 10 ايام. اتكلفت معايا 232 جنيه. انا بصراحة كنت عايزة اجيب كمان نص كيلو بامية، بس ما لقيتش بامية حلوة يعني مع الفلاحين. كان حجمها كبير بتاعت الويكة دي، واللي لقيتها صغيرة كانت طرية يعني ما كانتش طازة. فقلت خلاص مش حكاية، ابقى انزل للبامية يوم تاني. فانا زي ما قلت لك المشتريات بتاعه الخضار دي تكلفتها 152 جنيه، اقدر اطلع منهم 3 وجبات ارداحي. وبامر الله بقيه الخضار هيقضي معايا ال10 ايام. يعني الطماطم 3 كيلو حلوين ل10 ايام، كيلو ونص بصل حلو قوي برضو ل10 ايام، ومعايا 2 كيلو بطاطس كويسين مش وحشين، ومعايا كيلو وربع ملوخيه، ومعايا نص كيلو فلفل، ومعايا كمان كيلو بتنجان.
وبكده يكون فيديو المشتريات بتاعنا كده عرضته معاكم كله. يا رب يكون كان مفيد ليكم وعرفتوا الاسعار اللي موجوده في السوق عندي، يعني قبل ما تنزلوا تشتروا الخضار بتاعكم هي تقريبا نفس اسعار الفتره اللي فاتت. ما عدا زي ما قلت لكم الخيار رفع حاجات بسيطه، والفلفل برضو رفع حاجات بسيطه، يعني ما يعتبرش رقم مبالغ فيه، بس يعني يعتبر الى حد ما اسعار معقوله. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم واستفدتوا منه ولو بأي حاجة صغيرة. وما تنسيش الكومنت بتاعك عشان تدعميني، قناتنا لسه صغيرة وان شاء الله تكبر معاكم وبيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.